لو فاكر انك حلمك الكروي انتهى بعد قطع الرباط الصليبي الامامي، لا، ممكن ترجع اقوى من الاول. عملية اعادة بناء الرباط الصليبي مش نهاية مشوارك الرياضي، بالعكس ممكن تكون نقطة انطلاق جديدة، بشرط تشتغل كويس على التأهيل مرة تانية. طيب هل ممكن يرجع مستوايا فعليا لنفس مستوايا في الكورة قبل القطع؟ خلينا نرجع للاحصائيات ونجاوب بشكل علمي. حوالي 70 ل 80% من اللاعبين بيرجعوا يلعبوا بعد العملية، لكن 55 ل 65% فقط بيرجعوا لنفس المستوى أو أعلى، وبعضهم خاصة المحترفين بيرجع بعد حوالي 12 شهر بكفاءة تامة. طيب ايه اللي يفرق؟ التزامك بخطة التأهيل، خصوصا في آخر 3 شهور مهم جدا. تنفيذ اختبارات العودة للرياضة زي القفز، تغيير الاتجاه والثبات، الحالة النفسية وثقتك في ركبتك، العمل على الوقاية من قطع الرباط مرة تانية بعد العودة. ولاحظ انك دايما محتاج دعم من فريق فاهم ومتخصص في التأهيل الرياضي. المهم انك ما تستعجلش. الرجوع السريع بدون جاهزية كاملة خطر. تمزق جديد بيصل نسبته ل 25% في بعض الدراسات. لو التزمت مش بس هترجع، ممكن ترجع أقوى من قبل الإصابة. كرة لسه في ملعبك، والتأهيل هو تمرينك اليومي. لو عاوز ترجع لمستواك لازم تشتغل كأنك بتمرن نفسك من أول وجديد. تابعني في سلسلتنا اللي بنجاوب فيها أهم 50 سؤال عن قطع الرباط الصليبي الأمامي، والسؤال اللي جاي إزاي أتغلب على الخوف من الإصابة بعد العملية مرة تانية.